قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم الاثنين بالرباط إن حضور ما يسمى الجمهورية الصحراوية الوهمية يشكل عائقا مؤسسيا وخللا داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، وجاء ذلك خلال استقبال بوريطة رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين موقعين على النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي المسمى نداء طنجة، حيث أكد أن حضور الجمهورية الصحراوية الوهمية يشكل انحرافا قانونيا لأنها لا تتوافق مع العناصر المؤسسة للدولة على المستوى الدولي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.